محكوم عليها بالفشل قبل تنفيذها، ليس فقط بالنسبة للتفوق الجوي والتفوق وعدم وجود دفاع جوي، ولكن أيضا للنسبة العددية. وبدأت المعركة تتحول لصالح إسرائيل. في 3 ساعات تمكن الإسرائيليون من تدمير 250 دبابة مصرية، وخسروا فقط 11 دبابة. كان لا يزال المصريين جيشان في سيناء عندما خطط الإسرائيليون لفتح ثغرة بين الجيشين وتكوين رأس جسر فوق القناة وعزل الجيش المصري الثالث. وكان مخطط هذه العملية الجنرال أرييل شارون. الاختراق بين الجيشين تم بهدوء وبقليل من المشاكل، ولكن عبور القناة تطلب معركة شديدة. وأخيرا وفي الساعة 1 صباحا تمكن المظليون من العبور إلى الضفة الأخرى في زوارق مطاطية صغيرة. وفي اليوم الثاني بدأت القوات الإسرائيلية عبور القناة لتعزيز سيطرتها. كنت واقفا على حافة القناة، وكنا نرى الأشجار والخضار على الضفة الأخرى ونشاهد الدبابات تعبر. كان شعورا جميلا. 20 ساعة استلمنا برقية من بريجنيف يدعوني فيها إلى موسكو. شعرنا جميعا بأن زيارة كيسنجر ستساعد على تخفيف التوتر في الصراع. فكرنا بأن ذهابي إلى موسكو سيعطي الإسرائيليين وقتا إضافيا، إذ لن يحدث شيء قبل وصولي. كنت في الطائرة عندما أرسل نيكسون برقية إلى بريجنيف يخبره بأنني مخول تماما بالتصرف، ولكن بصراحة أردت إطالة الوقت. كان الزعيم السوفيتي بريجنيف على عجلة من أمره، فترأس المباحثات بنفسه. أصر على إيقاف التقدم، وقال كيسنجر بأن على العرب تقديم شيء أيضا، مثل الاعتراف بحق إسرائيل في البقاء. أخبرت بريجنيف بأنني سأنقل بدقة كل ما قاله إلى واشنطن، ولكني أحتاج إلى بعض الوقت لاستطلاع رأي الرئيس. ورد قائلا: كلا، فلديه برقية منه يخولني فيها كامل الصلاحية في اتخاذ القرار. ولم يعجبني ذلك. ولم يكن في مقدور كيسنجر تأخير الأمر أكثر، فوافق على شروط وقف إطلاق النار. وتم إقرار الاتفاقية في قرار مجلس الأمن 338، وقبلت كل من مصر وإسرائيل وقف إطلاق النار. وخلال مؤتمر مؤيدي السلام المنعقد في موسكو آنذاك، أصبح في مقدور الزعيم السوفيتي ادعاء نصره الدبلوماسي. ولكن في 23 من الشهر نفسه اندلع القتال مجددا، وذلك بعد مواصلة الجيش الإسرائيلي تقدمه على الجبهة المصرية. اتصل السادات من القاهرة مع بريجنيف وكان يقول: افعل شيئا. كان يائسا وخائفا من احتلال الإسرائيليين للقاهرة في أي دقيقة. هنا أصدر بريجنيف انذارا إلى الأمريكيين. طلب السوفيت التدخل، وقالوا إن لم نتدخل معهم فإنهم سيقومون بذلك وحدهم. وعلم الأمريكيون أن السوفيت وضعوا فرقة مظلية من قواتهم الاستراتيجية على أهبة الاستعداد، وأن الجيش السوفيتي يجري تحركات غير عادية في شرق أوروبا. الولايات المتحدة تعارض تدخل قوات أي دولة عظمى في الشرق الأوسط بشكل منفرد،
وبالأخص القوى العظمى التي تمتلك القوة الذرية. شعرنا بأن أي رد نرسله إلى بريجنيف يجب أن يصاحبه تحركات رادعة لقواتنا العسكرية والبحرية والجوية، ووضع بعض القوات البرية في ألمانيا في استعداد للتحرك بسرعة عند الحاجة، وكذلك بعض التحركات لحاملات الطائرات. اجتمعت القيادة السوفيتية لمناقشة ردها المحتمل. كان اجتماعا مخيفا. وزير الدفاع غريشكو قال علينا اتخاذ إجراءات شبيهة لإجراءات الأمريكيين ليعرفوا مع من يتعاملون. كوسيجين قال نرسل فرقتين إلى هناك، الأمريكان سيرسلون فرقتين. نرسل 5 فرق، الأمريكان يرسلون 5 فرق. إلى ماذا يؤدي كل ذلك؟ لا أحد يعرف. أثناء الاجتماع وصلت برقية من الرئيس الأمريكي نيكسون لمعالجة الأزمة. قالوا في البرقية إنهم اتصلوا بالقادة الإسرائيليين وطالبوهم بالتقيد بقرار الأمم المتحدة. بريجنيف قال هذا ما أردناه وما كنا بحاجة إليه، وكان سعيدا جدا. قبل الطرفان بوقف إطلاق النار. أوقفت إسرائيل تقدمها وتوقف القتال، وكان على القادة العسكريين من الطرفين فك الارتباط بين قواتهم، وكان ذلك أول لقاء بينهم منذ 25 سنة. وبعدين قال نجيب قهوة، قلت له برضه متشكر مفيش حاجة. طب نجيب أي حاجة تانية أنت عاوزينها؟ لا متشكر. وبعدين قال الدنيا برد وانتم ما عندكوش البلاطي، خدوا بلاط من عندنا علشان البرد فترة البتاع. قلت له لا متشكر. وخلصت المقابلة الأولى لغاية الفجر. ومر أسبوع قبل أن يتمكن الضباط المصريون من الاطمئنان على وضعهم. طلعنا بره والصحراء موجودة كلها رمل، قعدنا على الأرض اللي موجودين، وخريطة حطيناها على الأرض، وشوية حجارة بقى من كل ناحية نحطها عليها. وبعدين لما اتناقشت معاه في الموضوع بتاع القوات اللي موجودة في الضفة الغربية، قلت له أولا يجب الفصل بين قوتنا، وأفضل طريقة هي أن تنسحبوا من الضفة الشرقية، ونحن بدورنا نترك مصر ونعود إلى خطوطنا السابقة. اتفقنا على الطرفين. رحت للرئيس سادات وقلت له انه حصل كذا وكذا وكذا، وطبعا كان مرتاح من نتيجة الناحية الإيجابية من الناحية الثانية. الله أكبر. الله. تم تبادل جثث القتلى من الطرفين. الله أكبر. وسمح بوصول الإمدادات إلى الجيش المصري المحاصر، ولكن